أهلا بكم يا أبطال. استعدوا لرحلة جديدة مليئة بالانفجارات والخيانة والمفاجآت الصادمة. في الجزء الرابع من سلسلة المرتزقة، الأدرينالين لا يهدأ، والرهانات أكبر من أي وقت مضى، والهدف هو إحباط خطة قد تشعل حربا عالمية ثالثة. اربطوا الأحزمة ودعونا نغوص في تفاصيل الفيلم من البداية إلى النهاية، مع لحظات تشويق وأكشن وصدمات لا يمكن لأحد توقعها. الفيلم يبدأ بمهاجمة رحمة لمنشأة سرية في صحراء ليبيا من أجل الاستيلاء على متفجرات نووية. يظهر مارش وهو مسؤول من وكالة الاستخبارات الأمريكية لمقابلة بارني وفريقه ليحدثهم عن المهمة الجديدة وعن خصم خطير اسمه رحمة، وهو تاجر سلاح لا يرحم. وفي نفس الوقت، وراء رحمة هناك عقل مدبر وأخطر، شخص غامض اسمه أوسلوت. الفريق ينطلق بالطائرة نحو الهدف، لكن قبل الوصول إلى القاعدة العسكرية، صواريخ تنطلق مباشرة نحوهم، وبرني يهبط بالطائرة لإنزال فريقه ويحلق من جديد. فريق برني يلاحق رحمة بعد أن استولى على المتفجرات النووية، ولكن اللحظة الصادمة تصاب الطائرة، وبرني يعلق وسط النيران، تسقط الطائرة وتنفجر بالكامل. لاحقا يتم العثور على جسد محترق يحمل خاتمه المميز. الكل يظن أن برني مات. الفريق محطم نفسيا، وخصوصا صديقه المقرب كريس. مارش يلتقي بالفريق ويستبعد كريس بسبب عدم تنفيذه أوامر برني قبل وفاته. الفريق يستكمل المهمة بقائدة جديدة تدعى جينا، وهي محاربة قوية وكانت على علاقة بكريس. كريس يشعر أنه خذل، لكنه يقسم أنه سيكمل الطريق لوحده وينتقم لموت برني. لكن الفريق من غير كريس ضعيف، والثقة بينهم مهزوزة. كريس يلتقي بجينا ويعطيها خنجرا كهدية، ولكن وضع جهازا فيه لتتبع خطوات الفريق بدون أن يعلموا. بعيدا عنهم، كريس يبدأ مطاردته الخاصة. ينضم إليه ديشا وهو محارب تايلاندي أسطوري يتميز بلمسة قتالية مبهرة وبالسرعة. الفريق بقيادة جينا ومعهم مارش يتعقبون السفينة التي تنقل القنبلة النووية، ويتسللون للسفينة في عرض البحر، لكنهم يكتشفوا بسرعة أنهم وقعوا في فخ رحمة ورجاله. الفريق يؤسر. فجأة يظهر كريس مع ديشا في السفينة ينقذون الفريق. الكل ينهض للقتال، ويواجهون قوات رحمة يهاجمونهم. معارك شرسة، إطلاق نار في الممرات. كريس يواجه رحمة في قتال ملحمي بالأيدي، قتال حتى الرمق الأخير. كريس ينجح في قتل رحمة، ولكن المفاجأة الكبرى هي أن مارش، الرجل الذي كانوا يعتقدون أنه من وكالة الاستخبارات، هو نفسه أوسلوت. الصدمة تضرب الفريق. في الأخير يهربون إلى قارب ديشا، ولكن كريس يفضل البقاء لمواجهة أوسلوت وعصابته لوحده وإغراق السفينة مع القنبلة. وسط اليأس والفوضى، يظهر برني في اللحظة الأخيرة ويدخل المعركة بطائرته المقاتلة. ينقذ كريس ويقضي على أوسلوت، ويطلب من كريس الصعود قبل دقائق قليلة من انفجار القنبلة. نعم، برني لم يمت. الجثة التي رأوها كانت خدعة. برني كان مختبئا يراقب بصمت، وينتظر اللحظة المناسبة للعودة ويكشف حقيقة أوسلوت. برني يطلق الصواريخ على السفينة لتغرق مع القنبلة في أعماق البحر. الفريق يخرج منتصرا. برني يقرر أنه حان الوقت ليسلم القيادة لكريس ليكون القائد الجديد للمرتزقة. في مشهد ختامي، برني وكريس يجلسان في حانة
يتبادلان المزاح عن الموت الذي دائما يلاحقهما، لكن الحقيقة أنهم واقفون ولا يزال عندهم الكثير ليقدموه. وهنا ينتهي فيلم المرتزقة بدماء وخيانة وانتقام وأمل بمغامرات جديدة قادمة. والآن يا أصدقاء، هل تعتقدون أن سلسلة المرتزقة لا تزال يمكن أن تقدم لنا أحداثا أكثر تشويقا، خصوصا بعد انتقال القيادة من بارني لكريس؟ أم الأفضل أن تنتهي السلسلة هنا؟ إذا أعجبكم الفيديو اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتكم أي ملخص جديد. شكرا على حسن المشاهدة، وإلى فيديو جديد.